واللامين. أنا خافير أرايث من إذاعة كادينا سير. أولا تهانينا بعيد ميلادك، فما زال اليوم عيد ميلادك هنا رغم أنه انتهى بالفعل في إسبانيا. لقد أتممت عامك 19. سؤالي هو: سجلت حتى الآن 7 أهداف مع منتخب إسبانيا، وقد أخبرتنا سابقا أن تسجيل الأهداف لا يشغلك كثيرا، لكنك سجلت هدفا تاريخيا في مرمى فرنسا خلال بطولة أوروبا، والذي اعتبره كثيرون أفضل أهداف البطولة. كما قال مدربك قبل قليل إن مباراتك الكبيرة لم تأتي بعد، رغم أنك حصلت بالفعل على جائزة أفضل لاعب في مباراتين. كيف ترى الأمر؟ وهل تقبل هذا التحدي قبل مباراة الغد؟ أولا شكرا جزيلا. بصراحة تسجيل الأهداف ليس ما يشغلني، لكنني أعتقد أن التسجيل في مباريات كهذه يكون دائما له طابع خاص، وبالتأكيد أقبل هذا التحدي. فمن أجل هذه المباريات جئت إلى هنا، وأعتقد أن الغد سيكون يوما مميزا للغاية. عيد ميلادي سعيد بمناسبة عامك 19. بعد الفوز على بلجيكا قلت عبارة أثارت الكثير من الجدل، ولا أعلم إن كانت قد أسيء فهمها داخل معسكر المنتخب الفرنسي، رغم أن زميلك جول كوندي دافع عنك. قلت حينها شيئا بمعنى: إذا كان هناك من يجب أن يشعر بالخوف فليكن هم. هل يمكنك أن توضح ما قصدته؟ وهل فوجئت بالطريقة التي فسرت بها تصريحاتك؟ لا، لم أفاجأ. أنتم تعرفون كيف تتناقل التصريحات. لامن: مساء الخير، ألفريدو مارتينيز من إذاعة أوندا ثيرو. قلت لنا أيضا قبل أيام إنك تتطلع بشدة إلى موعد المباراة، والآن حان الوقت. إنها مباراة النجوم الكبار. كيف عشت الساعات الأخيرة قبل هذا اللقاء؟ وكيف تتخيل مواجهة فرنسا، وبالأخص مشاركتك فيها؟ بكل هدوء. بعد المؤتمر سأذهب للقاء أخي لكي أقص له شعره، وهذا كل شيء. أنا متحمس جدا لأن يأتي الغد. أما بالنسبة للسؤال الآخر، أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة للجماهير، سواء الإسبانية أو الفرنسية. إنها من المباريات التي كان الجميع يتمنى مشاهدتها في كأس العالم. أرى أنها ستكون مواجهة متكافئة، وسيحصل كل منتخب على فترات يفرض فيها أسلوبه. كلا الفريقين سيهاجم، وكلاهما سيدافع بأفضل ما لديه، ولذلك أتوقع مباراة متوازنة للغاية. لامن: مساء الخير، ميغيل أنخيل توريبيو من إذاعة راديو ماركا. لطالما قلت إنك تلعب في الملعب بالطريقة نفسها التي كنت تلعب بها عندما كنت طفلا في حديقة ماتارو، لكن مع مرور الوقت واليوم وأنت تحتفل بعيد ميلادك 19 وبعد كل هذه المباريات والبطولات، هل تشعر بمسؤولية أكبر؟ لا أقصد بالضرورة الضغط، ولكن ربما شيئا من القلق أو التوتر كما أشار لويس دي لافوينتي. لا أشعر بأي ضغط. في النهاية أنا ألعب بطريقتي المعتادة، ولن أكون يوما أفضل مما أعرفه عن نفسي، ولا أسوأ مما أعرفه أيضا. أنا فقط أقدم كل ما أملكه لخدمة الفريق، وأبذل أقصى ما لدي. وعندما تعلم أنك قدمت كل شيء وأنك قادر على تحقيق ما ينتظره الناس منك، فلن تشعر بأي ضغط. لامين: عيد ميلاد سعيد. كما نرى العلاقة المميزة التي تجمعك بأخيك الصغير، لو أتيحت لك الفرصة غدا لتتحدث مع لامين ذي 10 سنوات قبل أن يدخل أرضية الملعب في واحدة من أهم مباريات مسيرته، ماذا تعتقد أنه سيقول لك؟ أعتقد أنه سيقول لي الشيء نفسه دائما: استمتع فقط، لا داعي للكثير من الكلام قبل مثل هذه المباريات. الجميع يعرف ما يجب عليه فعله، والجميع يدخل المباراة من أجل الفوز، وهذا هو الأهم. لامن: عيد ميلادك 19 وترتدي القميص رقم 19، كما أن النهائي سيقام في يوم 19، وهناك أيضا من يربط الأمر بأن هذه ستكون المرة الثالثة التي تهزم فيها إسبانيا فرنسا. هل تؤمن بعلم الأرقام أو بهذه المصادفات؟ وسؤال آخر من باب الفضول: هل القلادة التي ترتديها هدية بمناسبة عيد ميلادك؟ وهل يمكن أن تحدثنا عنها؟ لا أؤمن بذلك، لأن مدرب البرتغال قال شيئا مشابها من قبل، ثم جاء ميكيل ميرينو الذي يرتدي الرقم 6 وسجل الهدف. لذلك لا أعتقد أن لهذه الأمور أي معنى. أما القلادة فهي ليست هدية، لأنني أنا من دفعت ثمنها، لكنها في النهاية هدية من نفسي لنفسي. جوناثان تانينوالد من صحيفة فيلادلفيا إنكواير. لامن: أعتقد أنك لاحظت مدى شعبيتك الكبيرة في الولايات المتحدة، وكذلك مكانتك في عالم كرة القدم هنا.
صحيح أن كرة القدم تنمو بسرعة في هذا البلد، لكنها ليست الرياضة الأكثر شعبية بسبب وجود العديد من الرياضات الأخرى. لقد رأيت الإعلانات واللوحات الدعائية وكل مظاهر الاهتمام بك. ماذا يعني لك أن تصبح بهذه الشعبية في الدولة المستضيفة لكأس العالم؟ وبالتأكيد أنت تدرك أيضا حجم التأثير التجاري والإعلامي الذي تتمتع به الولايات المتحدة. إنه أمر جميل جدا. أعتقد أن كرة القدم منحتني فرصة أن يعرفني الناس حتى في أماكن مثل مدينة تشاتانوغا، وهذا شيء أقدره كثيرا. لم أكن أتخيل يوما أن أسير في مدينة صغيرة بالولايات المتحدة ويعرفني الناس هناك. لذلك أنا ممتن جدا لما وصلت إليه، وأعرف جيدا من أين بدأت، وأشعر بالفخر كل يوم بما حققته.